السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الكرام، ندروا اخر اخبار محترفين المغاربه، كل من عبد الرزاق حمد الله، حكيم زياش، ايمن برقوق، انور الغازي، وكذلك يوسف مالح وعبد الحميد الصابري. غنبداو مع عبد الرزاق حمد الله اللي كيتلقاو خساره مع فريقه الاتحاد، كيخسروا امام الاهلي بهدف ل0. اليوم عاد تلعبت المباراه، عبد الرزاق حمد الله ما قدمش شي اداء كبير، التقييم ديالو كيشهد عليه. بالنسبه لعبد الرزاق حمد الله، كيحتلوا في الدوري السعودي المركز الرابع ب 19 نقطه، مناصفتان مع الاهلي تا هما 19 نقطه بعد ما ربحوا نادي الاتحاد، وكذلك التعاون هما متصدرين الدوري السعودي ب 22 نقطه. بالنسبه لعبد الرزاق حمد الله، كما شفنا ما عيطلوش واد الركراكي، هو وليد شديره في اللائحه ديال المباراه اللي غتجمع منتخب المغرب، منتخب الكوت ديفوار، وكذلك منتخب ليبيريا. التقييم ديال عبد الرزاق حمد الله كان هو 6.3. بالنسبه لحكيم زياش، كيعاود للتدريب الجماعيه مع نادي غالاتا ساراي التركي، وما غيكونش غادا حاضر في المباراه ديال غالاتا ساراي. كما شتنا طلعت على ان اللائحه ما فيهاش حكيم زياش المباراه غدا ان شاء الله. حكيم زياش واش غيكون جاهز المباريات المقبله مع المنتخب اللي غتكون امام منتخب ليبيريا وكذلك منتخب الكوت ديفوار؟ تقريبا حكيم زياش غيكون حاضر للمباراه ديال منتخب الكوت ديفوار باذن الله، وكنتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل. بالنسبه لعبد الحميد الصابري، تختار في تشكيل الاسبوع ديال دوري ابطال اسيا هذا الاسبوع هذا، وكنتمنى له ان شاء الله التوفيق. كما شفنا والد الركراكي ما عايش عليه رغم التالق ديال عبد الحميد الصابري، وكما كنا كنعرفوا عبد الحميد الصابري كان قطعه اساسيه في المنتخب المغربي، ديما كيلعب كاساسي وكبديل، كيدخل والد الركراكي اما في الشوط الثاني. المهم كان قطعه اساسيه في المنتخب المغربي، كنتمنى له ان شاء الله التوفيق ويرجع بقوه الى المنتخب باذن الله. بالنسبه لايمن برقوق، كيدخل كبديل مع فريق ماينز وكيسجل هدف، وكيتعادلوا فريق ماينز هدفين مقابل هدفين مع موشين غلادباخ في الدوري الالماني. وكذلك انور الغازي هو اللي عطاه الاسيست، دخل حتى هو كذلك في الشوط الثاني ودخلوا بجوجهم في الدقيقه 70. يعني بالنسبه لايمن برقوق كيسجل هذا الموسم هذا اول هدف ديالو هذا الموسم هذا، والتقييم ديالو كان هو 7.2. بالنسبه لانور الغازي، دخل هو كبديل وصنع اسيست في هذه المباراه هذه، وغنشوفوا انور الغازي واش غيلعب المنتخب المغربي في الايام القليله القادمه. هذا الشيء اللي غنشوفوا باذن الله. بالنسبه ليوسف مالح، لعب مع فريقه امبولي وتعادلوا 0 امام فريق اودينيزي الايطالي، وكيلعب كاساسي مع فريقه امبولي. يوسف مالح ديما كيلعب كاساسي، بعد المباراه ديالو كنتفرج لهم انا شخصيا كيلعبوا، كنقولوا كيلعبوا التوقيت ديالهم بكري في الدوري الايطالي، يعني قدم مباراه في المستوى وكنتمنى له التوفيق. التقييم ديالو كان هو 6+6. كان معكم محمد.